السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل وصفه جلاش سهله وسريعه وبسيطه جدا جدا وطعمها تحفه وحلو قوي. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف وصفتنا الحلوه دي هنعملها ازاي. اول حاجه عندي لفه جلاش كده نص كيلو. لو عندك لفه جلاش في التلاجة مش عارفه تعملي بيها ايه، هنعمل بيها وصفه حلوه قوي. نجيب بقى لفه الجلاش بتاعتنا كده من غير بقى فرد ولا اي حاجه خالص، هناخدها كده نقطعها بنفس لفتها كده بالشكل ده، كده دواير رفيعه مش تخينه قوي. هنقطع بقى كل لفه الجلاش كده بالشكل ده. وبعد بقى ما قطعناها كلها كده اهو، همسك بقى شرايط الجلاش وافككها كده من بعضها زي ما انتم شايفين كده. هتطلع معايا بقى شرايط كده طويله. اهم حاجه تفككوها كلها من بعضها عشان ما تبقاش ماسكه في بعضها كده. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي كده، اي صينيه عندك تنفع، هدهنها دهنه محترمه كده من السمنه عشان احنا مش دهنين رقات الجلاش. بعد كده بقى هاخد شويه من الجلاش ده كده وهفرده في الصينيه بتاعتي. مش بحط الكميه كلها مره واحده، هحط شويه كده من الجلاش وبعدين هرشرش عليهم كده شويه من السمنه برضو عشان الجلاش يطلع مورق وطعمه حلو. بعد ما حطيت بقى شويه السمنه كده، هحط بقى طبقه تانية برضو من الجلاش بتاعي بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا من غير بقى فرد ودهن بين الطبقات ولا اي حاجه. هنحط الجلاش بتاعنا كده ونرشه رشه من السمنه، ونحط الطبقه الاخيره برضو بنفس الطريقه ونحط عليها شويه من السمنه كلها نص كوبايه من السمنه السايحه. دهنت بيها الصينيه بتاعتي وحطيت منها في طبقات الجلاش بتاعي برضو بنفس الشكل ده. هدخلها بقى فرن متسخن على درجه حراره 200، وهدخلها في الرف الاوسط لحد ما الجلاش بتاعي يحمر من تحت. هرفعه فوق وهسيبه لحد لما يحمر من فوق وياخد لون ذهبي كده، لحد ما نحضر بقى الصوص بتاعنا اللي هنحطه على الجلاش. عندي كسرولة كده هحط فيها كوبايه من الحليب، واحط كمان نص كوبايه من الميه. ممكن تخلوا الكميه كلها لبن عادي جدا براحتكم. هحط بقى عليها معلقتين كبار من بودره الكاسترد، ولو ما عندكوش كاسترد ممكن تحطوا نشا، بس الكاسترد بيدي طعم حلو جدا في الجلاش. هحط كمان عليهم معلقتين كبار من القشطه بتاعت وش اللبن عادي او قشطه معلبه اللي عندكم استخدموه. وهحط كمان شويه من الفانيليا بتدي طعم حلو جدا برضو. وهقلب بقى كل المكونات دي على البارد كده مع بعض كويس جدا لحد لما كل حاجه تدوب كده مع بعضها. مش بحط سكر خالص. وهرفعها على النار لحد لما السمك يتقل سنه معايا، ما يبقاش تقيل قوي. وهسيبها على جنب ونشوف بقى صينيه الجلاش بتاعتنا. بصوا بقى احمرت معايا وبقت خطيره ازاي. هجيب بقى صوص الكاسترد بتاعي كده وهحطه على الجلاش بتاعي بالشكل ده كده، وبالمعلقه هفرده كله على صينيه الجلاش بتاعتي وانزله من الجوانب عشان كل الجلاش يتشرب من الصوص كده بالشكل ده. وهدخله الفرن تاني 10 دقايق عشان الصوص ينشف وتبقى معايا بالشكل ده كده. شايفين بقلبها كلها ناشفه ازاي. وهسقيها بقى بنص كوبايه من الشربات البارد، لو عايزين تزودوا طبعا على حسب رغبتكم. وهقطعها بقى وهسيبها تتشرب من الشربات كويس جدا. وهرش بقى رشه من المكسرات على الوش كده بالشكل ده. مش حابين تحطوا مكسرات طبعا براحتكم، ممكن تاكلوها كده هتبقى خطيره وطعمها كريمي وتحفه. وبصوا بقى شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان دي احلى طريقه جربتها للجلاش، سهله وبسيطه وسريعه جدا. طعمها بيبقى كريمي وخطير قوي. الكاسترد مديها طعم تحفه وكريمي، طعمها حلو جدا. جربوا الطريقه دي للجلاش بالكاستر وهتطلع معاكم رهيبه. بألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.